احنا هنبدأ في تاني helping verb هو verb do. طيب verb to do بمعنى أن يفعل. تمام. طيب أول حاجة verb to do هو بيجي كفعل مساعد وأوقات بيجي كفعل رئيسي يعني كفعل أساسي. طيب بمعنى يفعل هنشوف مع بعض. أول حاجة لازم نعرفها إن verb to do له شكلين، شكل برضه في البريزنت وشكل في الماضي. هنبدأ بالشكل اللي في البريزنت المضارع الأول اللي هو do للجمع للفاعل الجمع و does للفاعل المفرد. يبقى do للبلورال الجمع و does للسنجولار للمفرد. اتفقنا؟ طبعا البلورال زي we they you I وهكذا. singular he she it وأي اسم مفرد. طيب ماشي نقولهم برضو بالتفصيل. do تيجي مع I we ماشي they you وأي اسم جمع. طيب students اسم جمع. طيب محمد and أحمد دول اتنين يبقى جمع. does تيجي مع he she و it. طيب وأي برضو اسم ايه singular نقول محمد بس يعني نقول محمد does أحمد does هشام does. طيب بالنسبة بقى للنفي بتاعهم الموضوع برضو نفس verb to be هو تبقى do not وهنختصرها برضو don't. طيب تبقى does not وهنختصرها doesn't. اتفقنا؟ طيب ده كده الشكل في الشكل اللي ايه في البريزنت في المضارع. طيب نراجع برضو عليهم زي ما عملنا في verb to be. يلا بينا. هقول I do. we do. you do. they do. طيب he does. she does. it does. محمد does. وطبعا في النفي هقول doesn't برضو ندي عليها أمثلة. I don't أو do not اللي هي I don't. we do not أو we don't. you you do not أو you don't. they do not أو they don't.
she does not أو she doesn't. he does not أو he doesn't. اتفقنا؟ طيب يلا بينا. طيب طبعا في verb to do أنا قلنا ساعات بستخدمه كفعل رئيسي وأوقات كفعل مساعد وأوقات بستخدمه للتوكيد على الحاجة. هديك أمثلة على الثلاثة. طيب أول حاجة لما هستخدمها كفعل رئيسي هديك مثال مثلا أقول لك I do my home work every day. تمام. I do my homework every day. أنا هنا بقى كفعل رئيسي بمعنى يفعل أو بعمل. حلو كده، يبقى ده هنا main verb. ده main verb فعل رئيسي في الجملة. تمام، مش كفعل مساعد. طيب تاني حاجة بقى لما بتيجي كفعل مساعد. كفعل مساعد معناها إن في فعل تاني في الجملة. تمام، لما أقول لك مثلا do you speak English. speak English. تمام. do استخدمتها كفعل مساعد بمعنى هل. تمام، يبقى دي هنا help verb فعل مساعد. تمام، لأن ده هنا هو المين verb. طيب speak لا يتحدث هو المين verb، ده الفعل الرئيسي. طيب خلي بالك بقى بعد do أو does لازم الفيرب اللي بعدهم بيجي infinitive، يعني بيكون في مصدره. تمام، وفي اغلب اللغات مصدر الفعل هو الزمن المضارع للفعل. تمام، فاحنا مثلا لو لقيت مثلا do بعدها plays، لا ده غلط، هنشيل الايه الاس وهتبقى do play بس. تمام، وهكذا. وداز نفس الموضوع. طيب بعد كده بقى عندنا لما بتيجي كتوكيد. طيب هقول لك مثلا I do want to go. طيب هنا كفعل مساعد للتوكيد I want to go، انا فعلا عايز امشي، اللي هو ان مضطر فعلا امشي، اللي هو لازم امشي. تمام، اتمنى لحد دلوقتي يكون سهل عليكم. طيب دلوقتي بقى هندخل على verb to do في الفاست. طيب هو في الفاست هو عبارة عن حاجة واحدة. طيب عبارة عن did. تمام، did يعني فعل خلاص. ماضي طبعا بيجي مع كل الضمائر all pronoun أو all noun. all pronoun أو noun. اتفقنا؟ طيب هقول لك I did. ماشي. we did. she did. you did.
he did محمد did. طيب تمام. طيب النفي طبعا بتاعهم برضه هيبقى did not. طيب هيبقى did not. طيب اللي هي اختصارها didn't. اتفقنا. هقول برضو we didn't, I didn't, she didn't، وهكذا. بعد كده بقى عندي تكوين سؤال في verb to do بمعنى هل. طبعا قلنا هجيب verb to do الأول زي do أو does. do طبعا للبلورال للفاعل الجمع، وdoes للسنجلر للفاعل المفرد. طيب زي ما أنا هنا قلت لك do you like ice cream؟ هل انت تحب الايس كريم؟ جبت verb to do في الاول. طيب كأداة استفهام بمعنى هل. تمام. بعدها جبت الايه؟ السبجكت. طيب بعدها جبت الفيرب. طيب like ده static verb، هنبقى نشرح الفرق بينه وبين الاكشن فيرب قدام ان شاء الله. ده الفيرب. طيب وده طبعا الاوبجكت اللي انا بسأل عنه. طيب طيب do you like ice cream؟ هتقول لي طبعا yes I do، عشان انا بسألك انت عشان كده قلت I. طيب او no I don't. تمام. وهكذا. يبقى بحط do او does في الاول، ده في الشكل بتاع البريزنت. تمام. بلس ال subject بلس infinitive بتاع الفيرب. تمام. بلس بقى الاوبجكت اللي بسأل عنه باقي السؤال. اتفقنا. وطبعا لما بجاوب بقول yes، وبحط هقول don't او doesn't على حسب yes do او does على حسب السؤال، او no don't او doesn't على حسب الضمير برضو اللي في السؤال. تمام. او الضمير اللي هجاوب عنه. طيب بعد كده بس خلي بالك بقى في did، في حالة السؤال بديد هنا انا بعبر عن حاجة في الماضي. تمام. ففي الاغلب مش ده. طيب بيكون في تعبير عن الماضي. تمام. وهنا بيكون تعبير عن ماضي بسيط. تعبير عن الماضي البسيط يعني بيكون في كلمة زي زمن محدد زي yesterday. تمام. او last week مثلا. تمام. last month. طيب last year وهكذا. طيب ده في الأغلب. طيب بعد كده بقى هنبدأ في شكل verb to do مع الأزمنة. طيب بس قبل ما نبدأ لازم تبقى عارف حاجة، الفرق بين verb to do و verb to be. إن أنا بجيب verb to do مع verbs. تمام. مع الأفعال لما باجي أسأل عنه في السؤال. طيب وverb to be بيكون مع noun وال adjective. طيب مع الأسماء والصفات. طبعا طالما لقيت صفة أو اسم في السؤال يبقى طبعا هستخدم verb to be. لقيت verb يبقى هستخدم verb to do.
طيب طيب اول حاجه شكل الفيرب تو دو في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط هو نفسه اللي انا ايه لسه قايله، هو دو. طيب او does ومعاهم الفيرب ايه infinitive، ده شكلهم في المضارع البسيط زي ما قلت لك I do my homework every day، لان المضارع البسيط بيعبر عن حاجه انا بعملها بشكل يومي او حاجه بعملها بشكل منتظم في حياتي. طيب هيبقى دي حلقه لوحده طبعا هنشرحها. طيب بعد كده عندنا البريزنت continuous اللي هو المضارع المستمر اللي هو بيعبر عن حاجه مستمره. طيب هنا بقى ساعتها دو بتبقى هي الفعل الاساسي، لان الفعل المساعد في الزمن بيكون فيرب تو بي زي ما بقول لك مثلا. طيب how are you doing. ماشي، هنا انا حطيت الاي ان جي في دي عشان في ار اللي هو انت عامل ايه، how are you doing اللي هو انت عامل ايه، حلو كده او كيف حالك بقى. طيب حطيت هنا الايه اي ان جي عشان في ار، وده برضه هنشرحه في حلقه لوحده. طيب بعد كده في ال في البريزنت بيرفكت. طيب هنا بقى في البريزنت بيرفكت انا بجيب تصريف تالت، هقول لك مثلا I. طيب في البريزنت بيرفكت بيبقى لازم بجيب have او has. طيب have ده I وبعدهم بيبقى ال past participle اللي هو التصريف الثالث، هقول I have done my homework already. طيب اللي هو انا خلصت ايه واجبي بالفعل. طيب الفرق إيه مختصرا كده، بس طبعا مش ده بس، لكن الفرق المهم من الاولاني الاساسي يعني بين الماضي البسيط والبريزنت كونتينيوس يعني اللي هو المضارع التام، لان المضارع التام بيعبر عن الماضي برضو. هو ان المضارع التام ما بيكونش فيه وقت محدد، تمام، لكن الماضي البسيط بيبقى فيه وقت محدد، لازم يكون فيه وقت محدد. طيب طيب في الماضي البسيط طبعا بتبقى did بس مفيش غيرها، دي في الماضي البسيط. تمام. طيب بعد كده بقى عندي ال present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر اللي هو بيعبر عن حاجه بدأت في الماضي ولا زالت مستمره، برضه هيبقى دي حلقه لوحدها هنشرحها. بنقول فيه ايه بقى؟ اقول لك مثلا I have been. وهنا بقى بيبقى لازم اجيب بعده ing doing my homework for 2 hours. تمام، اللي هو انا بعمل الواجب بتاعي من ساعتين. طيب انا ما خلصتش لسه، بس انا بقى لسه بعمله من ساعتين كده، وبقالي مدة ساعتين بعمل في الواجب. طيب طيب بعد كده بقى الشكل في الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر بيتكون من was او were بلس الفيرب ing، يبقى اقول لك مثلا I was doing my home work at 8 p.m. yesterday. طيب اللي هو انا كنت بعمل الواجب بتاعي امبارح الساعة 8. تمام، ده
الفعل كان مستمر امبارح في الوقت ده، تمام؟ فقلنا was I was doing my homework at 8 p.m. yesterday. طيب حاجة جانبية، أي زمن مستمر الفعل فيه بنضيف له ing، تمام؟ عشان ده يعني ده زي ايه الترس او العجله، البنزين اللي بيخليه يفضل مستمر. طيب بعد كده بقى هنشوف الشكل في المود التاني. ماشي، الباست بيرفكت. طيب الباست بيرفكت حاجه يعني حدث حصل في الماضي قبل حدث تاني، تمام؟ اقول لك مثلا I في الباست بيرفكت بقى بجيب الماضي بتاع have و has اللي هو had. طيب I had، وهجيب بعدهم التصريف الثالث لdo اللي هو done. طيب I had done my home work. طيب قال لي بقى هنا انا قلت حدث، فالحدث ده المفروض طالما هو في البريزنت بيرفكت، في الباست بيرفكت اسف، يجي يعني يكون حصل قبل حدث تاني، فهقول له before. طيب I went out، قبل ما اخرج. طيب جبت هنا خلاص اهو الحدث اللي حصل الاول وده اللي حصل التاني، الحدثين في الماضي. طيب بس الحدث في حدث حصل الاول فده هيبقى الماضي التام، الحدث اللي حصل بعده هيبقى الماضي البسيط. طيب يا شباب، دي كده كانت بعض الأمثلة من الأزمنة، لكن إن شاء الله هنبقى نعرفها أكتر في كل زمن على حدة، تمام؟ هناخدها بشكل متوسع أكتر لأن لسه في أزمنة كتير غير ده. أشوفكم على خير إن شاء الله، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.